شفت سؤال على الجروب كان بيقول انا مبيعاتي في الشهر ب 100,000 جنيه ومكسبي 20%، بس بشتري بضاعة بحوالي 95,000 جنيه كل شهر، ازاي اطلع المكسب بتاعي؟ في الحقيقة هو هنا مكسبه هو بدأ يدوره في الشغل تاني، بدل ما كان بيطلع مكسب 20% هو بقى بيطلع مكسب 5% وبيرجع يدور الفلوس تاني في البضاعة. ده موضوع كويس مفيهوش مشكلة. فأنا هنا عايز أقول إن هو الراجل بقى مكسبه 5% بس، يعني هو بدأ يطلع ال 20% ويدورهم تاني في البضاعة ويطلع لنفسه 5% فقط. ده شيء كويس جدا، وهو ممكن بعد كده إن شاء الله الموضوع يكبر معاه. وأنا حابب أوجه له الرسالة دي أصلا، لو أنت فعلا بتعمل كده أنا عايزك تتخيل بعد فترة، بعد سنتين 3 4 بعد ما كان رأس المال بتاعك 100,000 جنيه، تخيل بقى لما راس المال بتاعك يوصل ل 500,000 جنيه، وساعتها تحب تطلع منه 5% بس، ساعتها ال 5% دول هيبقوا 25,000 جنيه شهريا، وده مبلغ كويس جدا وحلو جدا. فكمل زي ما انت واستمر في ان انت تكبر راس المال بتاعك، لان ساعتها المكسب والارباح بتاعتك هتكبر بس مع الوقت.